فرصة نتكلم على هذاك الفيديو هذاك المؤسف اللي ما رانيش نحوس نفهم واش الغرض منه، يعني واش من الغرض منه هذا الفيديو هذا لإساءة إلى شخصي، تقليل من مجهودات الدولة، الكذب على والي ولاية البوليدة. يعني بعد شهر من زرنا المكان وكنا دشنا مركز بريدي، كان يوم احتفالي وانتم شفتوا باللي في الخروج نتاعنا ما تلقينا لا بالسيد هذاك لا بالكرسي المتحرك، خرجنا ما كان حتى واحد موجود لا امامنا. ركبنا في السياره، جلسنا لفتره يعني مانيش عارف واش من الهدف هذا تاع الكذب. حتى شفت انا في الفيديو بلي كان شخص بعد ما خرج الفيديو هذا، شفنا شخص بلي جاي من الوراء وعنده شريطه، يعني عنده كرسي متحرك فيها بنت، يعني شفتوا كما شفتوا انتم في الفيديو، خاصه انه كانت الزحمه كبيره. ولكن سامحنا احنا كي خرجنا من المقر، ما كان موجود امامنا لا الشخص لا الكرسي المتحرك لا البنت المعوقه المسكينه. كنت انا وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي، كان الامن الحرس الخاص نتاعي، كانوا الشرطه. يعني بعد ما ركبنا وشفتوا انتم ومن بعد رافقتوني وجاء مورانا ياك شفتوا، يعني ما كانش مقابلني ولا كان بجانب، يعني اللي قال يا الولي شافوا دور وجهه كان وراء وشفتوه كيفاش كان خلفي، يعني وحنا كنت في السياره مش ولكن اضافه الى ذلك شفتوا كيفاش الحرس نتاعي، كيفاش البروتوكول، كيفاش تعاملوا معاه بلطف يعني باحترام. وهو الشخص هذاك المعني جزاه الله خير وربي يعطي له الخير، ما طلبش باش يشوف الوالي، طلب باش يوصلوا رساله للوالي، هذا ما كان وتكفلوا به. ونزيد نقول لكم باش انا على بالي بلي راح تطرحوا لي هذا السؤال اليوم باش تعرفوا بلي احنا تكفلنا به وربي راه شاهد. وهذا الناس اللي داو هذا الفيديو هذا اللي باش ربما يقيسوا شخصي، نقول لكم نقسم لكم بالله ما عندهم احساس بالمعوقين قد ما عنده الوالي. لانني انا مش مسؤول الاول، لان عندي واحد من اخ نتاعي اللي معوق توفى العام اللي فات ربي يرحمه في عمره 52 سنه. يعني الاحساس تاع المعوقين عندي انا، اما هذاك اللي دار الفيديو هذاك ولا اللي دارت الفيديو هذيك، نقول لهم برك ظلمة القيامة يوم القيامة، وربي سبحانه هو اللي حاسب العباد، خاصة من هذه الفئة هذه. إذا كان ندخلوا هذه الفئة باش نمشوا بها وباش نضروا الناس، لأن ما تنساوش احنا نجيبوا هذا الناس هذو اللي داروا التعاليق هذه اللي باش توهم الناس باللي الوالي ما، وهي فيديو عادي. يعني بعد شهر من اللي التقطوه، باش يديروه لغرض ما نعرف واش الغرض تاعو ولا تاعها. لكن نقول لكم احنا مصالح الامن تشتغل على الفيديو ونجيبوا يعني اللي كان كل اللي متورط في هذا الاخر. اذا كان المسؤول يخطأ يدفع الثمن، ولكن اذا كان الناس ثاني ما لازمش يسيئوا للمسؤول، لان قانون لجرم الجريمه السبريانيه موجود وباذن الله نطبقوه احنا باش ما يكونش ظلم وما يكونش افتراء، خاصه في هذه المواقف الانسانيه. الانسان اللي يدخل يعني وحده معوقه. وأنا نقول لكم هذاك باش تعرفوا بلي احنا كنا صادقين. كي لحقت المكتب نتاعي عطاوني رساله، وانا على بالي بلي تجبدوها لي. هذيك الرساله جبتها معايا باش تعرفوا بلي احنا يعني هذيك الرساله بلي شفناها ودرسناها. هذيك الرساله نتاعو ها في قوانين الجمهور، ولكن احنا نقدر نعاونوه لانه هو فيه تنقل يجي من شفه لهنا البليده على جال بنته. اذا كان امكانيه في هذه نعاونوه، ولكن بدون ما نتلاعبوا بشعور الناس، بدون ما نغلطوا الناس. ومهما تكون الانسان الكرامه تاعو، مهما تكون الاخر ما لازمش يستغل ولا عنده اهداف يستغل معوقه، يستغل باش يبلغ، باش يدير التعاطف ويدير، سمحوا لي بهذه العباره، يدير لي بوز اللي ماش يعني اللي ماش في الموضوع تاعو.